يا مساء العسل والسعادة والسكر الزيادة عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. يا رب كلكم تكونوا بخير وبألف صحة يا رب. قصتنا النهاردة يا حبايب قلبي قصة حلوة جدا، وعلى فكرة هتعجبكم خالص. أصل دي من نوع القصص اللي بتعجبكم، وطبعا لازم كلنا نحاول نحل المشكلة. يمكن دي تكون عبرة وعظة لينا كلنا، ويا رب يكون سبب علشان نحل المشكلة دي لصاحبتها. طبعا زي ما عودتكم صاحبة القصة متابعة معانا هنا في القناة. يا ريت كلنا في التعليقات نقول لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. ودلوقتي وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بدعوكوا يا حلوين تعملوا لي لايك للفيديو واشترك في القناة علشان اقدر يا حلوين اقدم لكم كل جديد. بتحكي صاحبة القصة دي وبتقول: انا مدام دهب، عندي 46 سنة. انا كان عندي ولد وبنت. الولد والبنت كنت احلى حاجة في حياتي، هم كنت عايشة ليهم. حتى جوزي ما كنتش يعني بحبه زي ما بحبهم. انا عارفة ان في ناس كتير هتقولي طب ما هو لو ما كانش هو ما كانوش جم. ايوه، ده حقيقي، لكن برضو الضنا غالي قوي. لكن اللي حصل لي معرفش ليه حصل لي ولا حصل ازاي. اسمعوا قصتي وانتوا هتفهموا. انا من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا كان نفسي اتجوز واخلف علشان يبقى لي عيال في الدنيا افرح بيهم. وفعلا ربنا اكرمني بزوج صالح بيحبني وبيخاف عليا. اول جوازنا قعدنا تقريبا سنتين، ربنا ما رزقناش بنعمة الأطفال. جوزي صبر عليا، هو قال لي أنا ما عنديش مشكلة، يكش نقعد 20 سنة عقبال ما تخلفي. أنا مش مستعجل، أنا كل اللي كنت بتمناه من ربنا هو انتي، وانتي أهو قدام عينيا. صدقيني مش مستعجل على أي حاجة. ووقتها قلت له يعني انت ما نفسكش في حتة عيل؟ احنا لازم نروح للدكتور. لو انت ما نفسكش، انا نفسي وهتجنن على حتة عيل. قال لي خلاص، احنا نصبر شوية كام شهر كده، لو ما حصلش حمل في الوقت ده نروح نشوف اي دكتور. وزي ما يكون ربنا عالم ان ما كانش الظروف تسمح بالدكاترة ولا الكلام ده. في نفس الشهر طلعت حامل. كنت فرحانة قوي قوي من كل قلبي. وكمان ربنا كرمني بتوأم، ولد وبنت زي القمر. فرحت قوي أول ما ضمتهم لحضني ساعة ما ولدتهم. كنت طايرة من الفرحة زي ما يكون أنا أول واحدة على وش الدنيا تولد ويبقى عندها ولاد. عشت ليهم هم وبس. لكن علشان ربنا لازم يبتلي الإنسان، جوزي مات بعد ما ولادي ابتدوا يشدوا حيلهم شوية. يعني كان تقريبا عمرهم 4 سنين. تعب فجأة من غير أي مقدمات ومات، وسابني لوحدي في الدنيا بربي عيلين. وفجأة بعد ما كنت ست متدلعة ومتهننة ومتستتة في بيتها بقيت أرملة، بحاول ألاقي شغل في أي حتة علشان أصرف على ولادي. أنا جوزي ما كانش شغال في شركة ولا في حاجة، ولا حتى كان عنده ميراث أقدر من بعديه أعيش. جوزي كان شغال أرزاقي على باب الله، يعني يوم شغال و10 قاعد. لكن شهادة لله عمره ما أثر في احتياجات بيته. علشان كده حسيت بغيابه قوي قوي بعد ما سابني. وعشت أنا علشان أربي ولادي. حرمت نفسي من كل حاجة. حتى في الفترة دي كانوا بيتقدموا لي عرسان كتير، لكن أنا خفت على ولادي. أنا كنت وأنا صغيرة حلوة جدا وكان فيا الطمع. لكن برضو مع إن ناس كتير جدا نصحتني إني أتجوز، لكن أنا رفضت.
قلت لأ، أنا هربي ولادي. فعلا اشتغلت في البيوت وكل حاجة علشان أقدر أكبرهم وأجوزهم وأعلمهم أحسن عالم في الدنيا. البنت ربنا كرمني، جهزتها وعلمتها وجوزتها. وبعد ما بنتي اتجوزت بسنتين، جه ابني قال لي إن هو بيحب بنت واحد صاحبه كان زميله في الجامعة، لكن هما مش من هنا، هما من بلد تانية. وعلشان كده بقى هو عايزني أسافر معاه واخطبها له. قلت له ماله يا حبيبي، وفعلا رحت هناك علشان أشوفها. وبصراحة لقيتها بنت زي القمر، وفي نفس القعدة دي اتفقنا على كل حاجة. لكن أنا قلت لمامتها وباباها بصوا بقى، أنا عندي كلمتين عايزة أقولهم. أنا ما عنديش غير ابني وبنتي، دول هما اللي طلعت بيهم من الدنيا. بنتي اتجوزت وقعدت في بيت جوزها، ودي خلاص ما بقاليش حكم عليها. وابني اسم الله عليه بقى راجل، وهو جاي يخطب بنتكم. كل اللي هقدر أقوله إن ابني راجل قد المسؤولية، وإن أنا معوداه يشيل مسؤولية نفسه من وهو صغير. يعني عمركم ما هتلاقوا بنتكم تشتكوا إن مفيش، أو تيجي تقول إن هو حارمها من حاجة، بالعكس. لكن كل اللي أنا طالباه إن هم يقعدوا معايا في الشقة. أنا خلاص كبرت، وما بقاش ينفع إن أنا أعيش لوحدي. ساعتها أبوها وأمها رحبوا جدا، وقالوا لي هي هتبقى بنتك زي ما هي بنتنا، وأكيد انت عمرك ما هتضايقيها. وأنا بصراحة فعلا حبيتها من أول نظرة، زي ما ابني بيحبها تمام. وفعلا تممنا الخطوبة وتممنا الجواز. أول أسبوع رحت قعدت عند أختي، وبعد كده لقيت ابني بيكلمني وبيلح عليا إن أنا أروح تاني، وبيقول لي يا ماما ما ينفعش تقعدي برا بيتك أكتر من كده، علشان خاطري ارجعي. وقعد يقنعني إن أنا أرجع. وفعلا رجعت مع إني كنت رافضة. ومن أول ما رجعت كان زي ما قلت لكم ابني بقاله أسبوع بس متجوز. ابتديت يعني أسمعهم وهم مع بعض، ما هم برضو عرسان. وأنا بصراحة كنت بتعب جدا لما بسمع كده، لكن ما كنتش عارفة أعمل إيه. وبعد شوية لقيت ابني طالع من أوضته وبيقول لي ماما في حاجة عايزة أقولك عليها، وأنا عارف إن هي ممكن تضايقك، لكن علشان خاطري ما تصغرينيش. قلت له مين ده بس اللي يقدر يصغرك يا حبيبي؟ قولي في إيه؟ قال لي بصراحة كده يا ماما، أخو مراتي جاي يخلص شوية ورق هنا، وأنا عزمت عليه إن هو يجي عندنا. ومعلش يا ماما هيجي يقعد معانا يومين ويمشي. قلت له ماله يا ابني، البيت كبير ويسام الحبايب ألف. وفعلا تاني يوم جه أخو مرات ابني، وطبعا هو كان زميل ابني كمان في الكلية. ولما جه بصراحة كده من أول ما شفته لقيته طول بعرض. أنا يعني ما كنتش ركزت قوي معاه لما رحت لهم، أصل أنا يا دوبك كم مرة بس اللي رحت فيهم، فعلشان كده يعني ما ركزتش معاه. ابتديت أتكلم معاه وأهزره. كنت في الأول بعامله زي ابني، لكن بعد كده ابتديت ألاحظ إن هو عينيه عليا في الرايحة وفي الجاية. حتى كمان يوميها يعني أول ليلة بات عندنا كنت أنا واقفة في المطبخ بعمل العشاء، وكنت سامعة ابني ومراتهم هما في أوضتهم يعني. واتفاجئت بأخو ومرات ابني جاي عندي المطبخ وبيقول لي سامعة العرسان بيتدلعوا ازاي. ووقتها اتكسفت جدا، ما كنتش عارفة أقول له إيه. وساعتها قعد يقول لي كلام أنا ما كنتش قادرة الصراحة إني حتى أبص في عينيه. سبته وطلعت، وهو فضل يلاحقني يوم ورا يوم لحد ما أنا ابتديت أهتم بنفسي وبجمالي. وساعتها ابني لاحظ، ومراته كمان لاحظت. واليوم ده لقيت أخو مرات ابني بيقولي إن أنا حلوة جدا،
وإن هو ما كانش عارف إن أنا حلوة أوي كده. ساعتها يعني الكلام اللي قاله أثّر فيّا وخلّاني أحس إن أنا سِت ومرغوب فيّا، وبصراحة كده حصل بيننا حاجات اليوم ده ما كانش ينفع تحصل، لكن أنا هاعمل إيه؟ أنا اتفاجئت بيه إن هو بيقول لي بعديها إن هو عايز يتجوّزني وعايزني أفتح ابني في الموضوع، لكن أنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. يا ريت اللي عنده حل يفيدني ويقول لي أعمل إيه وأتصرّف إزاي. It's showtime! Head there!